السلام عليكم شباب، عاملين معاكم علاء سيف الدين. طبعا يا شباب اول فيديو معانا من بصوا هي البدايه، يعني ان شاء الله 15 فيديو من الفيديوهات. تمام، بس طبعا اللي ما يعرفنيش انا اسمي علاء سيف الدين. طبعا اليوتيوب بقالي كتير. تمام، غيرت المحتوى كذا مره، بس يعتبر اول مره اعمل محتوى كان في دماغي انا اللي انا كان نفسي اعمله. بس طبعا لو انت اول مره تشوفني ما تخافش على بلاي جميل تشترك في القناه عشان طبعا تشوفوا معانا الفيديوهات الجايه، وطبعا احنا عشان نكمل طبعا السلسله دي لنفسي قبل ما تبقى لحد. كمان اللي حابب يمشي معايا الرحله باذن الله هيستفاد. هنتكلم فيها على حاجات كتير، خصوصا اللي يعتبر اللي طالع ترند دلوقتي السوشيال ميديا او اغلبيه الناس بتحب تشتغلها، اللي هو طبعا التسويق، الجرافيك ديزاين، المونتير، الفيديوهات والكلام ده. الحاجات اللي هي دلوقتي السوق كله طالبها. طبعا من شغل انا شغال في الثلاثه. تمام، بس انا تخصصي الجرافيك ديزاين وطبعا ديجيتال. طبعا كل بقيه الفيديوهات اللي هنتكلم فيها بعيد عن اي فيديوهات هتنزل، يعني دي سلسله خاصه بيا انا اكون صريح. عندي خطوه في حياتي او يعتبر عاوز اخد خطوه، والحاجه دي ملهاش حل ان انا اقدر اخدها غير ان انا اعمل فيديو. بس عشان ده فيديو يعتبر اول فيديو بيناتنا، طبعا مش عاوزه يبقى طويل عشان اقدر انزله. مصور حاجات كتير تمام، حتى تبع الشغل. عندي شويه حاجات محتاجه تتظبط تصلح، وعشان خطوه اخدها محتاجه اخد سبيس قويه، محتاجه يبقى في اكشن، مش محتاجه اقف اتفرج على نفسي. فلو اي حد عنده نفس مشكلتي لو مش عارف ياخد اكشن، فهو يستفاد من الفيديوهات دي جدا. ان شاء الله اليوم دول كل فيديو هيديك سبيس او يخليك تاخد خطوه عندك اللي بيتفرج قبلي باذن الله. انا يكون همي ان انا اخر ال 30 يوم احس ان انا خدت الخطوه اللي انا عاوز اخدها. الفيديوهات الجايه هيبقى فيها كلام اكتر وهيبقى فيها تفاصيل، بس انا مش حابب ان انا دلوقتي نطول. بس انا بقول لك لو انت مهتم ان انت تاخد خطوه في حياتك او تتعلم حاجه في السوشيال ميديا، باذن الله هتسيبها هنا. مش هتلاقيني بعد كده طالع لك كورس مدفوع والكلام ده عشان انت الكلام. واللي بالنسبه لي السوشيال ميديا كلها بلا استثناء عندي مش محتاجه يعني مش ما بيخشليش من وراه داخل اكل عيش من وراه. يعني انا على اليوتيوب بقالي كتير ما دخلش منه فلوس عشان ما بقاش مستمر، ما بنزل. يعني ممكن من بدري قوي، ممكن تاخد 8 سنين او 9 سنين. لو قلت لك ما جبتش 500 جنيه لسه تضحك. تخيل ما جبتش 500 ناس كتير في النقطه دي. بس انتظر لو الفيديو عجبك مش على بلاي جميل زي ما قلت لك، منتظر باذن الله. هي مفيده، وطبعا الخطوه دي انا وانت هتخليك تاخد خطوه في حته شغلك، في حته تحسن من دخلك. انا برضه في خطوات او في حاجات عندي بايظه محتاج اصلحها، فانا مش عارف اصلحها، فهو حلها ان انا اعمل زي تشجيع ان انا تجبرني انزل. بس فاحنا يا شباب باذن الله اللي هيتابع الست هيشوف التغيير من ايه. تمام، برضه لو عندك نفس المشكله حاول انت تشعبط ليك زي خطوه تاخدها تجبرك تمشي. فاهم قصدي؟ يعني انا مكسل اقوم اشغل اضاءه، فانا جايب سكرين على الكمبيوتر ابيض عشان اقدر اصور. شوفوا الدرجه انا وصلت انهي اللاين ده حل. فاهم قصدي؟ بس وان شاء الله انتظروا الفيديوهات الجايه وانتظروا بس خلينا نشوف اللي جاي هيبقى ان شاء الله خير وازاي وربنا يحدد لنا. بس اهم شيء اللي انا اقدر النصيحه اللي انا اطلعك من الفيديو ده، لو كلنا بنقطع في الصلاه بس خلينا ناخدها من دلوقتي ان الخمس فروض هنصليهم اجباري كاننا موظفين. لو ما رحناش مفيش راتب. تمام، قول بسم الله واللهم صل وسلم وبارك عليك سيدنا محمد، ومش عاوز من اي حد من الفيديوهات دي غير دعوه. انا مش منتظر منها اي حاجه ولا ربح ولا منتظر اي شيء. انا قلت لهم شوف بقى قد ايه، ومش بنزل عشان منتظر يخش لي دخل منها ولا الكلام ده. انا بنزل عشان خطوه انا عاوز اخدها وعاوز التزم باذن الله. فمش عاوز غير دعواتكم، وان شاء الله ربنا يرضينا جميعا ويوفقنا جميعا. منتظر الفيديوهات الجايه. سلام.